من زمان والعلماء بيحاولوا يدوروا على الرواسب المتخبي تحتها أقدم من الآلات اللي صنعها الإنسان الفطري، ولكن هل قدروا يوصلوا؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. أهلا بيك في بيت الحياة. ألبرانخ من حسن الحظ عثر بعض العلماء على آلات مترتبة من الأقدم للأحدث في طبقات الجيولوجيا، وكان حاول بعض العلماء إنهم يوصلوا لده ولكن ما قدروش، لحد ما عثر العالم دي مورجان على رواسب في طبقات فوق بعض، وده اللي حل المشكلة. وكل ده ما كانش بيجي إلا من جوف الأرض عند مصب النهر، وهناك كانت بتقف المية وفي طريقها كانت بتسيب رواسبها، وكان من الطبيعي إن الرواسب تتجمع طول مدة العصر الحجري القديم السفلي، وحفظت في طبقاتها بعض بقايا الصناعات المعاصرة لكل طبقة. والأرض دي بقت في مستوى واحد من بداية الدلتا لحد حفتها، وما قدروش يعرفوا كل ده إلا بعد ما زالت عنها المياه وجفت في أول العصر الحجري القديم. وبالطريقة دي فضل سهل العباسية بعيد عن فعل الفيضان، والسهل ده بيمتد من سفح هضبة النيل القديم اللي موجود في شمال شرق القاهرة. وبسبب إنهم أخدوا الرمال والزلط لمباني مدينة القاهرة، اتحفر الشريط الصحراوي ده لعمق كبير جدا يبلغ حوالي 30 متر أو أكتر تحت سطح الأرض، وبجانب كده سهل دراسة المنطقة ومحتويات طبقاتها. وفعلا لقينا رواسب نيلية سمكها 10 أمتار. كمان لقوا في وسط الزلط آلات بتأكد على توالي صناعات العصر الحجري القديم، زي الآلات الشيلية والآلات الأشيلية، وكمان اتخلط بعضها ببقايا الحيوانات المعاصرة. والآلات دي لقوها منفصلة عن الآلات المستيرية اللي ما بتبقاش موجودة على سطح الأرض. ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة، ويكون فاضل معانا حلقة واحدة بس في برنامجنا برعنخ الموسم ده. تفتكروا هتكون عن ايه؟ ده اللي هنعرفه الحلقة اللي جاية. بس كده، ولو استفدت ما تنساش في غيرك.